زي ما إحنا شايفين في الصورة اللي قدامنا دي. ففي الحالة ديّة الهوا داخل من تحت، هيرفع الجزء ده لفوق، هيرفع البيستون لفوق. ففي الحالة دي إيه اللي هيحصل؟ في الحالة دي أنا مش عارف هو الair to open والّا الair to close. لأ، هو في الحالة دي الair في الحالة دي هيكون to open. ليه؟ لإن أنا لمّا هارفع الجزء ده اللي هو البيستون ده، كل ده هيطلع لفوق. فالديسك ده هيطلع لفوق، فكده في الحالة دي الهوا هو اللي فتحه. يبقى هو fail closed، air to open fail to closed على طول، أو normally closed في حالة عدم وجود الهوا. نتيجة السوستة بتبدأ إنها إيه، ترجع تاني لوضعها. طب إنما هنا لأ، ده أنا دخّلت الهوا هنا من فوق، فكل ده نزل لتحت. ففي الحالة ديّة الair هو اللي قفل لي البلف. يبقى هو air to close أو fail open. fail open يعني normally open، يعني في حالة عدم وجود الهوا أصلًا هو كده بيكون مفتوح. طيب في حاجة تانية إحنا اتكلمنا عليها اسمها double acting. double acting يعني إيه؟ يعني هو تقدر تقول عليه إن أنا باضخ هوا من ناحيتين، من الناحية دي ومن الناحية دي. طب هي إيه الفكرة إن أنت بتضخ هوا من هنا ومن هنا؟ في الحالة دي أنت بتشيل السوستة، والهوا اللي تحت ده هو أكنه تأثيره هو تأثير السوستة بالضبط. لمّا أنت بتخلّي الضغط في ناحية أكبر من التانية، الضغط العالي أو الناحية اللي الضغط فيها بيكون أعلى من التانية هي اللي بتبدأ إنها تكسب، سواء بقى هي اللي هتقفل البلف أو تفتحه. طيب هنتكلم دلوقتي على الelectric actuator. طيب الelectric actuator عندنا نوعين مهمين جدًا من الelectric actuator. النوع الأولاني هو الsolenoid valve، النوع التاني هو الmotor driven actuator. طيب إيه الفرق ما بينهم؟ الموتور واضحة جدًا. أنا دلوقتي محتاج إن أنا ألفِّف طارة بإيدي، أو ألفِّف هاندل دراع بإيدي مثلًا لball valve أو butterfly أو plug valve. ففي الحالة دي بدل ما أخلّي إيدي هي اللي تلِف البلف، لأ، ده أنا أخلّي الموتور هو اللي يلِف البلف. يبقى أنا هادّي موتور كهربا، الموتور هيلفِّف الإيد أو هيلفِّف الstem جوّه، فهيلفِّف الديسك اللي جوّه اللي هو مثلًا الball valve والّا حاجة. طيب إيه بقى الsolenoid valve ده؟ طيب كلمة solenoid valve هو عبارة عن بلف بيستخدم فيه الon والoff service. طب يعني إيه كلمة solenoid؟ كلمة solenoid اللي هو الملف اللولبي. طب الملف اللولبي ده بيعمل لي إيه؟ الملف اللولبي ده هو كل دوره إن هو لمّا أنا هابدأ أمشّي فيه تيار كهربي، هيبدأ إن هو يتمغنط. فلمّا هيبدأ إن هو يتمغنط هيعمل لي قوة مغناطيسية. القوة المغناطيسية دي هتبدأ إنها تعمل إيه؟ هترفع لي مثلًا الديسك والكلام ده كله لفوق. ففي الحالة دي السولينويد أنا استخدمته بحيث إن هو يعمل لي on service، يفتح لي البلف. طب لو أنا قطعت سكة الكهربا على البلف، ساعتها الكهربا اللي ماشية في الcoil أو ماشية في السولينويد نفسه الملف اللولبي هتبدأ إنها تتقطع. ففي الحالة دي القوة المغناطيسية هتبدأ إنها تروح. ففي الحالة دي الجزء اللي بدأ إن هو يتحرك هيبدأ إن هو يرجع تاني على وضعه الطبيعي. طب يا ترى الموضوع ده بيتم إزاي؟ ده اللي إحنا هنتطرق عليه في الفيديو. طيب ده باختصار شديد بيقول لك هو إزاي الsolenoid valve ده بيشتغل. طيب هو هنا بيقول لك إن أنت عندك هنا اللي لونه أصفر ده مفروض الsolenoid بتاعك أو الملف بتاعك. طيب الملف اللولبي ده لمّا أنت هتبدأ تدّي له تيار كهربي هيبدأ إن هو يتمغنط، فهيبدأ إن هو يرفع لك الحتة الحديد دي لفوق، لإن هو هيعمل قوة مغناطيسية اتجاهها لأعلى مثلًا. ففي الحالة دي هو فتح لك البلف بتاعك. قفل السويتش، عدّى تيار كهربي، المغناطيس ده أو الcoil ده هيبدأ إن هو يتمغنط، أو السولينويد هيبدأ إن هو يتمغنط، فهيرفع لك الديسك ده لفوق. طب فصلت المفتاح، خلاص الكهربا قطعت، فالمغناطيس قطع، فالجزء ده بدأ إن هو يرُد تاني لغاية تحت. ده باختصار شديد الموضوع بيتم إزاي. وخلّينا برضه نشوف فيديو تاني للsolenoid actuator بيشتغل إزاي. هنا بيقول لك إن أنت عندك ملف لولبي. الملف اللولبي ده لمّا هتمشّي فيه تيار كهربي هيتولد مجال كهرومغناطيسي. طب المجال الكهرومغناطيسي ده هيعمل إيه؟ هيعمل قوة مغناطيسية. القوة المغناطيسية ديّة هتبدأ إنها تجذب الديسك بتاع البلف لغاية فوق. طب الموضوع بيشتغل إزاي؟ زي ما إحنا شايفين كده بيبدأ يجيب لك الinternals بتاعة الsolenoid. طيب ده الvalve body نفسه. في حاجة اسمها الarmature، اللي هو إيه الarmature ده؟ اللي هو الجزء اللي في النُص، اللي هو يعتبر الديسك بتاعي. ده الsolenoid بيكون موجود عندي هنا.
اللي هو الملف اللولبي نفسه. فلما هابدأ إن أنا أعمل إيه، لما أنا هابدأ إن أنا هامشّي تيار كهربي في السولينويد نفسه، في الحالة دي الspring ده، دي البلانجر اللي موجود هنا هيبدأوا إن هم يطلعوا لغاية فوق مثلًا. طب لما هاقطع الكهربا هينزلوا لغاية تحت وهيقفلوا لي البلف بتاعي. أنا كده شغّلت الكهربا، فالمغناطيس اشتغل، فالحتّة المعدنية دي هتبدأ إنها تطلع لغاية فوق. ده باختصار شديد الموضوع يتم إزاي. طيب، النوع اللي بعد كده من الأنواع بتاعة الelectric actuator هو الmotor actuator. زي ما قُلنا قبل كده موتور، الموتور ده لمّا بابدأ إن أنا ألفّفه بيبدأ إن هو يلفّف مجموعة من التروس أو الgear box اللي هنا اللي متصل على الstem. في الحالة دي الstem بيبدأ إن هو يلِف، فالبلف بيبدأ إن هو يفتح أو يقفل. طب خلّينا كده نشوف فيديو وفيديو تاني للموضوع ده بيتم إزاي. ده موتور محطوط فوق بلف زي اللي إحنا شايفينه قدّامنا ده. إيه اللي هيحصل بالضبط؟ لمّا هادّي له كهربا الموتور اللي جوّه هيلِف، فيبدأ إن هو يلفِّف البولة اللي موجودة جوّه. طيب، ده باختصار شديد الموضوع بيتم إزاي. طيب، هل في فيديو تاني؟ خلّينا كده نشوف الفيديو ده إيه اللي بيحصل فيه بالضبط من الelectric motor actuator. الراجل ده هيبدأ إن هو يعمل إيه، هيوصّل الbutterfly valve ده بموتور، وهيجيب الموتور ده هيبدأ إن هو يوصّله بالكهربا. وهيجيب هنا زي لمبة بيان كده، يعني لمّا هيبدأ إن هو يفتح الكوبس ده، اللمبة دي هتبدأ إنها تنوّر، ده indication إن الموتور واصل له كهربا. ففي الحالة دي الموتور هيبدأ إن هو يلِف، فهيلفِّف لي الbutterfly valve ده. هو هنا بيقول لك الموتور شغال خلاص، فالبلف بيبدأ إن هو يقفل. طب لو شِلت الكهربا، لو شِلت الكهربا البلف هيبدأ إن هو يرجع لوضعه الطبيعي تاني. زي ما إحنا شايفين كده، البلف هيبدأ إن هو إيه، يرجع لغاية وضعه الطبيعي لمّا أنا فصلت عليه كهربا، لإن الموتور في الحالة دي فصل، فيبدأ إن هو يعكس الاتجاه بتاعه. طيب، خلّينا نتكلم آخر حاجة على الhydraulic actuator. إيه الفرق بين الhydraulic والpneumatic؟ تقريبًا هُم الاتنين زي بعض بالضبط، يعني ده برضه هتلاقيه برضه النوع بتاعه فيه piston جوّه. بس في الغالب الdiaphragm ما بيستخدمش إلا مع الpneumatic. يعني أنت لو عندك هوا يضغط لك على diaphragm عادي، والهوا بيضغط لك على piston عادي. طب لو عندي زيت، ضغط الزيت يشتغل مع الpiston بس ما يشتغلش مع الdiaphragm. ليه؟ لإن ممكن الdiaphragm يتقطم، لإن الhydraulic الضغوط فيه بتبقى عالية جدًا. طيب، أنا في الحالة دي أنا محتاج يكون عندي ضغط عالي جدًا، فبدل ما باجيب هوا باجيب زيت. عشان كده في الحالة دي هو بيقول لك إن الhydraulic actuator يُفضّل إن أنت تستخدمه عشان هو بيدّيك strength عالي أوي في حالة إن أنت عندك قوة ميكانيكية كبيرة. مثلًا الجسم بتاع البلف ده كبير شوية أو على مسافات بعيدة، فأنت في الحالة دي لو بعتّ هوا، الهوا هيوصل متأخر أو مش هيبدأ إن هو يضغط لك البلف كويس جدًا، فممكن ما يعملش torque أو عزم كبير يخلّي البلف يفتح أو يقفل. ففي الحالة دي الأنسب ليه هو هيكون الهيدروليك أو الزيت نفسه، لأنه هو بيكون قوي جدًا. يبقى هو بيحوّل الضغط بتاع الزيت لmechanical energy، حركة ميكانيكية. بيتكوّن من إيه؟ بيتكوّن من الpiston والcylinder اللي بيبدأوا إن هم يتحركوا يمين وشمال، وطبعًا الزيت الهيدروليكي نفسه. طيب، خلّينا كده نشوف شكل للhydraulic actuator بيشتغل إزاي. هو هنا بيبدأ إن هو الخراطيم دي بتدخل على الactuator نفسه اللي موجود هنا. نفس الفكرة هنا برضه بتكون double acting. يعني إيه double acting؟ يعني أنت بتخلّي ضغط الزيت في ناحية أكبر من التانية، فلو خلّيته مثلًا على اليمين أكبر من اللي على الشمال ده، فده مثلًا بيفتح البلف. طب لو خلّيت اللي على الشمال أكبر من اللي على اليمين، ده مثلًا بيقفل البلف. خلّينا كده نشوف إيه اللي حصل بالضبط. هو هنا زوّد الضغط في ناحية عن التانية، فالبلف بدأ إن هو يفتح. لو أنا عكست الضغوط، يعني خلّيت ده مثلًا ضغطه أعلى من ده، عكست، فالبلف هيبدأ إن هو يرجع يقفل تاني، زي ما إحنا شايفين قدّامنا هنا كده. طيب، إحنا كده خلّصنا الجزء بتاع الmanual والautomated valve. جزء كان كبير شوية. ده كان كل اللي إحنا محتاجين نتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده، وشكرًا ليكم والسلام عليكم.